طبعا كده النهاردة اتنين الشغل. النهاردة اتنين 30/10/2018 2023. ده تشطيب البلاطة اللي أنا صورتها امبارح قبل وهي لسه خضرة. ده ما شاء الله اللمعة بتاعت إزاز البلاطة ما شاء الله زي الرخام اهو. ده التشطيب، ده تشطيب الشغل اهو. ده شغل الهليكوبتر طبعا. ده يعني ما شاء الله الشغل اهو. دي بتبقى شكل الخرسانة انا وريتها لكم وهي بتتصب خرسانة عادية خالص، وده بقى الشغل بعد التشطيب. ده شغلنا اهو. ودي شكاير الشبدور السيكا اهي. اشتريت سيكا فلور، ده هارد توب مقاول الارضيات. وطبعا لسه ده هيتساوى. وده الكمر الحديدي اللي احنا بنشتغل بيه. ده الكمر 3x3 بناخد الجنب كده الاول للاخر اهو. ده حديد، ودي التقوية بتاعته طبعا عشان الجنب ما يفتحش. دي الزاوية اللي بنقوي بيها. هطلعوا لك يا بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الأربع 1/11/2023. ده شغل تشطيب النهاردة اهو. تشطيب أرضية الهليكوبتر. ده شغل بسم الله ما شاء الله. ده طبعا قبل ما هيتوسخ ولا يجي على أي حاجة. الشغل اللي شايفين اللمعة زي السيراميك بالظبط اهو. ده كده شغل الهليكوبتر. طبعا أهم حاجة اللحام ده القديم مع الجديد اهو. مفيش أي خلوص، مفيش أي زيادات. طبعا برضو جنب الحيطة اهو كله مكوي وشغل كويس جدا ما شاء الله. اهم حاجة عندي الحاجات دي، الملاحظ البسيطة دي بتبين عيوب الشغل، فالحاجات دي لازم بنخلي بالي منها قوي اهو. ادي الشغل اهو، مستوى الشغل. طبعا الحمد لله النهارده باذن الله اخر يوم مصبب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. النهارده اخر يوم ان شاء الله ونخلص.
طه. كده يا عم اللحام كده. شفت التاني شكله عامل ازاي؟ نسيتوه خالص والله العظيم. لو مهندس تاني وبص عليك قسما برب العز زي اللي هناك كده، المجنون اللي هناك اللي مطلع ديك ابونا عشان الشغل وموقف لنا الفلوس وخرب الدنيا. بيقول لي تعالى سلمني الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كده اول وش تخشين بعد ما بندرع. طبعا بنرش اول حاجه الهارد توب، دي بدايه شغل الهليكوبتر. اول حاجه بنرش الهارد توب سيكا من شركه سيكا، وبعد كده بننزل عليها بالطبق ده. اول حاجه اللي هو الصينيه من تحت ده طبق، ده بيعدل سطح البلاطه، بيجيب العلف الواطي وبيساوي السطح. بعد كده طبعا الطبق ثاني مرحله الطبق ده بيتخلع، وبتاخد طبعا شغل بالريش على قد بقى زي ما تاخد، يعني على حسب جهد الخرسانه. كل ما بتنشف كل ما بتشطب بسرعه. هو دلوقتي لسه يعتبر في اول مرحله لتشطيب الهليكوبتر.